2 يورو أجور حوالي 500 يورو من ألمانيا لسوريا، والاستلام كان 8,075,500 بتاريخ اليوم. والتحويل بالأبيض، بدك تعرف كيف؟ خليك معي بالفيديو. الطريقة مو معقدة، بس أول مرة بدها شوية تركيز. اللي بيحب يحول بهالطريقة يتفضل يشوف الشرح، واللي ما بيحب عادي يعني ما في أي مشكلة، بس طريقة وعم فرجيكم إياها. المهم الطريقة كالتالي: أنت بتشتري الدولار الرقمي وبتحول لشركة بتاخذ الدولار الرقمي، وهي بتتعامل مع مكتب حوالات بسوريا أو بأي دولة تانية. كل هاللبكة بتساويها بتطبيقين بس، هدول هن تطبيقين. أول واحد تشتري منه العملة الرقمية اللي هي الدولار الرقمي اللي ما بيتغير، والتطبيق الثاني اللي هي بتحول لهم، شركة بتحول لهم وهن بيحولوا لك لسوريا. أول مرة بتاخذ معك وقت بس مشان توثق الحسابات، وبيدعم باللغة العربية، فيك توثق حساباتك يعني باللغة العربية، بس إنه بتحط معلومات. ما رح لكم كيف التسجيل، لأنه تسجيل بشكل طبيعي يعني إيميل وكلمة سر واسمك وعنوانك وهدول، يعني لازم يكونوا حقيقيين. رح يطلبوا منك صورة الهوية وش وقفة. بس في التطبيق تبع اللي اسمه بينانس، هذا الأسود، هاد بيتصلوا بيحكوا معك، بتوثق حسابك عن طريق اتصال فيديو، بيحكوا معك، بتدعم اللغة العربية، بيتأكدوا منك انك شخص حقيقي، ما انك AI او اي شيء تاني، او انه عم تكذب عليهم. بس بتحكي بالعربي، بيطلبوا منك المعلومات الاساسيه: اسمك، عنوانك، رقمك، وبتفرجون البطاقه هيك بالكاميرا، بيقول لك تعجل هيك شوي عادي. انا ما راح اشرح طريقه التسجيل، انتم سجلوا ووثقوا حساباتكم. روابط التطبيقات موجوده تحت الفيديو او اول تعليق، وين ما شفتوها بالفيسبوك ولا بالانستغرام ولا وين ما كان. وشغلة تانية، أنا ما عم باعمل دعاية لأي تطبيق، أنا بس إنه جربت هاي الطريقة، وأنا وعدة أشخاص بنحول بهي الطريقة. صلنا شي سنة نحن عم نحول هيك بهالطريقة ومرتاحين، ما في إنه تأخرت الحوالة ولا ما تأخرت، إنه خلص نحن صرنا كمان ب10 دقايق أو دقيقتين بس بيقولوا لك ألو حول لي. أنت شو بتعمل؟ بتعمل تك 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 تك، دقيقتين بتحول المصاري. شغلة مهمة مشان الأمان. إذا صار مشاكل معك في مين تحكي معه، في بحط لكم الرابط على التليجرام. إذا صار أي معك مشاكل بتتواصل معهم. هلا رح يطلع عندكم بالفيديو شاشة الموبايل. عندي أول شيء بعد ما توثق الحسابات تبعتك، بدك أول شغلة تشتري العملة الرقمية اللي هي الدولار الرقمي USDT. بنفوت على البينانس. إذا كان واجهته باللغة العربية، أنا سويته باللغة العربية حتى تفهموا عليه. هلا أنا برصيدي مبين إنه بس في $7، إنه عادي. بتكبس على زر إضافة أموال، تقول له شراء باستخدام يورو. هلا هون محطوط USDC، نحن مو هي اللي بدنا نشتريها، نحن من قيمة نحن بدنا USDT. بعدين بنفوت بنكبس على زر صغير مكتوب عليه إيداع لونه بالأصفر، نكبس عليه. في عندك هون طريقتين: طريقة سريعة وطريقة بطيئة. الطريقة البطيئة هي تحويل مصرفي الفوري، هي بتاخد يومين تقريبا، عمل من 0 ليومين، يعني نحن بقول لكم انه يعني يومين بتاخد، بس هي في عليها رسوم 30 سنت على اي مبلغ. اما الطريقة السريعة دغري بيصروا المصاري على الحساب، هي عن طريق ماستر كارد، والرسوم كل 100 بياخذوا 2 يورو. هي سريعة، بس اذا انت مانك مستعجب بدك تحول لبعد يومين، انه فيك تحول مثل ما بحول انا عن طريق شباركاسه تحويل مصرفي. بحول مثلا انا 500 الف وبخليهم جواته مشان بس بدفع 30 سنت بس. بعد ما نشتري بينزل الرصيد هون، بيصير عندك رصيد باليورو. هلا نحن هذا الرصيد اللي باليورو بدنا نشتري منه بدنا نحولهم للUSDT. انت مثلا حولت 100 يورو 1000 يورو، قديش بدك منهم تحول USDT؟ مثلا نفترض 500. 500 بتقوم بتحول ال 500 للUSDT. قديش بيطلعوا $555 يعني تقريبا على سعر اليوم، $555. هيك انت صار في عندك هون USDT. هلا طريقة إرسال الأموال: بتفوت على التطبيق الثاني اسمه أمانة زين، بنفوت عليها. أنت ليك هون محطوط USDT، نحط المبلغ اللي أنت بدك ترسله. هلا محطوط هون USDT وتحت محطوط قيمتها باليورو. احنا قلنا تقريبا بسعر اليوم 550، هي تقريبا 500 يورو. تعال نشوف هيك، 555 تقريبا 499 و50 سنت. هلا هون مكتوب تحويل هرم أقل من 3 مليون، بيجي هيك سعره. أما أنا عم بحول أكتر من 3 مليون، نكبس عليها بتوصل 8,075,500 ليرة سوري. هيك بيستلموا بإيده. بنقول ابدأ الإرسال الأموال.
هلأ أنت إذا أول مرّة أنا حاطط هون شخص إنه دايمًا أنا باحوّل له، أمّا أنت إذا بدّك تحوّل لشخص بما إنه أول مرّة، اعمل أضِف مستلم جديد، تحط عنوانه مثلًا إذا بيسوي رقم تليفونه، الواتساب، الاسم المستلم، الكنية والاسم الأب وهدول بتقول أضِف، وشو بيصير عندك؟ بيصير عندك هون دائمًا تكبس عليه، إنه أنا بدي على أساس بدي أبعت لهذا الشخص، بنقول له الخطوة التالية. هلأ اللي صار إنه فتحنا طلب جديد، إنه تأكيد الطلب الحوالي، قل له تأكيد طلب، إحنا عملنا تأكيد طلب، هالمبلغ كلّياته بياخدوا $2 تمام؟ هلأ هنّن طالبين منّي حوّل لهم 557 USDT اللي هنّن 500€ وتقريبًا أقل من 2€ هي الأجور التحويل، معك هون ساعتين لحتى تحوّل المبلغ كلّه يلّي 557 USDT. نحن شو بنعمل؟ عندك هون مكتوب إلى عنوان المحفظة التالي، إنه أنا بدي أحوّل لهون، باقول له نسخ، هون يرجى الانتباه عند السداد، إنه بدك ترسل عن طريق هاي الشبكة اسمه بوليجون، قل له تمام استمرار، نحن نسخنا العنوان، بنروح بنرجع محل ما اشترينا العملة، بنروح على المحفظة، إذا ما فاتح عندك المحفظة بتروح بتكبس على الأيقونة فوق على الزاوية متقدم، بنفوت على المحفظة بتلاقي هون عندك الرصيد الUSDT. أنا عندي بس $6 بس لحتى أقول لكم شلون بتبعتوا، بنكبس عليها، بنكبس عليها تحت محطوط إيداع وسحب، نحن هلأ بدنا نسحبهم، قل له انسحب، إرسال عبر شبكة عملات الرقمية، بنكبس عليها، لأ بنحط المبلغ هون، نحن راح نحط المبلغ اللي عندنا مثلًا، وبنحط هون العنوان اللي نسخنا هنيك بنحطه هون، عنوان اللي طلبوا منا، هلأ التحذير اللي قالوا لكم عليه ما تنسوه هي الشبكة، هنن في عدة شبكات هدول كلّياتهم هنن طالبين تالت وحدة، نكبس عليها. هلأ أنا ما فيني أعمل سحب لإنه المبلغ صغير، هي لازم أحط 550 تقريبًا، بس أنا ما عندي هذا الرقم، فبس لتحطّها تكبس سحب بيروح لهون، بتستنوا شوي بتلاقي هون الحالة بتتغيّر، شو بتصير؟ بتصير هون أول شي بتشوفوا في انتظار دفع، بعدين بتصير مسدد الانتظار المعالجة، بعدين بتصير جاي المعالجة، بعدين تسديد المبلغ، بعدين خلاص الشخص يلّي بتبعت له بيصله رسالة على الموبايل فيها الإشعار وين يستلمها بأنو مكتب، في عدة مكاتب ممكن بالهرم، ممكن بالفاضل، في عدة أرامي، المهم المبلغ اللي محددينه هو اللي راح يستلمه. فيك تكتب تعليقات وبجاوب بفيديو تاني أو ممكن رد على التعليق، بس هاد كل شي اللي بيحب يحول بهالطريقة يحول، اللي ما بيحب أنا لقيت إنه هيك مرتاح. سلام.